بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. مسيرة أهالي السماوة الكبرى الموحدة في كل عام تنطلق من مدينة السماوة إلى مدينة الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد باب الحوائج وراهب آل محمد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. هذه المسيرة تتضمن عدة مشاهد تتحدث وتحكي ما مرت على الإمام موسى بن جعفر، وكذلك ما كان يضمره اللعين هارون اللا عباسي أو اللا رشيد. حقيقة التاريخ جاي يعيد نفسه في كل زمان. لو ركزنا على مصيبة الإمام موسى بن جعفر نرى التاريخ، وخصوصا هذه الأحداث التي مرت بها الحوراء زينب سلام الله عليها وما تعرض لها المرقد الشريف. بداية نعرج على هذه المناسبة كوننا في هذه الأيام هي تحت ظل أيام استشهاد موسى بن جعفر. تنطلق المسيرة يوم 16 من شهر رجب. نستغرق في الطريق تقريبا 8 أيام نصل إلى مدينة الكاظمية المقدسة. نعرض في كل مكان ابتداء من مدينة الرميثة. من خلال هذه الشاشة المباركة أنا أحب أشكر كل أهالي مدينة الرميثة، لأنه حقيقة خدمت الإمام الحسين، وأنا بين أهلي. الرميثة هي السماوة بين أهلي وناس، ولكن الرميثة لهم باع بالخدمة الحسينية باع طويل، يعني بكل الأشكال من الشعائر، سواء التمثيل أو الزنجيل أو الطبخ أو التصوير أو الإعلام أو كل القضايا اللي تصب بمصلحة الشعائر الحسينية.